السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في اسم منشية ناصر سنة 2004 في شهر رمضان الكريم اتلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من سيدة اسمها نورة عندها 21 سنة. البلاغ بيقول إن في جثة عندها في البيت لشاب واخد ضربة نافذة في الصدر بسكينة، وبسؤالها عن القاتل قالت إن القاتل جوزي. وبوصول رجال الشرطة لمكان الجريمة وجدوا فعلا جثة موجودة في الدولاب لشاب لابس قميص وبنطلون، وكان واضح ان الجثة دي معدي عليها 24 ساعة. لكن الغريب ان هدوم المقتول مفيش عليها اي نقطة دم، السكينة مغروزة في القلب لكن القميص لافف من بره السكينة. وبالتفتيش في هدوم المجني عليه ما وجدوش اي اوراق تدل على شخصيته، لكن التليفون بتاعه كان موجود في جيبه. ولما دوروا في المكان وجدوا كارت ميموري مكسور. وقالت الزوجة إن المجني عليه واحد من جيرانهم في المنطقة، وقالت إن جوزها اتخانق معاه وقتله. وكملت وقالت إن هي ما تعرفش إيه هو سبب الخلاف اللي كان ما بين جوزها وجارهم. ولما جابوا الزوج ووجهوا ليه التهمة أنكر الزوج معرفته بالقتيل، وقال إن هو أول مرة يشوفه وما يعرفش إيه اللي جابه جوه دولاب بيته. ولما واجهوا نورة بجوزها اعترفت نورة إن هي اللي خلصت عليه، وكملت وقالت إنها من يوم فات كانت موجودة في البيت الساعة 10 بالليل، وكانت بتعمل كحك العيد وسمعت باب الشقة بيخبط. ولما فتحت الباب لقت شاب واقف وبيقول إن هو مندوب مستحضرات تجميل وإن معاه كريمات وشامبوهات للبيع. اتفرجت نورة على شوية كريمات وقررت إنها هتشتري منه. ولما دخلت علشان تجيب له الفلوس فوجئت بيه داخل وراها أوضة النوم، وابتدى إن هو يعتدي عليها جنسيا. ابتدت نورة تقاوم وتصوت لكن ما كانش فيه أي استجابة من الجيران. ولحسن حظها كان في سكينة في أوضة نومها محطوطة في طبق كانت هي بتاكل فيه مانجا، ومن غير تردد جابت السكينة وضربته بصدره بيها. وبعد كده بلغت الشرطة، ومن ارتباكها كدبت وقالت إن جوزها هو اللي عمل كده. ولما سألوها رجال الشرطة إزاي الجيران ما سمعوش صوتك، وخصوصا إن البيوت كلها في المنطقة داخلة في بعضها في منطقة الدويقة، ردت وقالت إن هي متعودة إنها بتتخانق مع جوزها كتير، وكانت في كل مرة بتصوت أثناء الخناق مع جوزها كان جوزها بيزعق لأي حد بيحاول إن هو يتدخل ما بينهم. وعشان كده ممكن يكون الجيران سمعوا صوتها لكنهم فكروها بتتخانق مع جوزها. كلام نورة ما دخلش على رجال الشرطة لكذا سبب، أولهم إنهم ما وجدوش أي مستحضرات تجميل جديدة موجودة في الشقة. تاني سبب، نورة كانت ساكنة في بيت عيلة مكون من 4 طوابق وهي ساكنة في الدور الأخير. إيه اللي يخلي مندوب مستحضرات تجميل يسيب كل شقق المنطقة ويجي للشقة دي بالتحديد، وكمان يكون جاي وماشي في الشارع من غير بطاقة؟ وخصوصا ان رجال الشرطة سألوا الجيران وكلهم اجمعوا وقالوا ان مفيش اي مندوب مستحضرات تجميل عدى عليهم. وقالوا كمان ان هم ما سمعوش اي صوت استغاثة خارج من شقة نورة. والحاجة التانية، ايه اللي عرف المندوب اصلا ان نورة في الشقة لوحدها وخلاه يخش وراها وهو مطمن؟ والحاجة الاهم إن مفيش أي أثر لاعتداء على وجه نورة أو المجني عليه، وهدومه زي ما قلنا كانت نظيفة جدا مفيش عليها ولا نقطة دم. والمنطقي والطبيعي لو في واحدة حد تهجم عليها وهي قتلته، إيه اللي يخليها تحطه في الدولاب؟ الأولى إنها تبلغ جوزها مش تتهمه في قتله. نورة أصرت على أقوالها في المحضر، وده اللي خلى رجال الشرطة يكثفوا من تحرياتهم لمعرفة هوية المجني عليه. وبتفريغ محتويات تليفون المجني عليه وجدوا رجال الشرطة حل القضية والحلقة الناقصة فيها. المجني عليه اسمه وليد، عنده 29 سنة، ساكن في منطقة السلام. وبسؤال جيرانه في المنطقة قالوا إن هو ما بيشتغلش مندوب ولا حاجة، وإن هو كان بيشتغل نقاش. وبالتفتيش أكتر في التليفون بتاعه وجدوا صور وفيديوهات جنسية لنورة، واضح إن كسرها لكارت الميموري ما كانش كفاية. ولقوا كمان في التليفون مكالمات بين المجني عليه ونورة بالساعات مستمرة من حوالي سنة فاتت. كل الأدلة دي خلت رجال الشرطة يضغطوا أكتر على نورة لحد ما اعترفت نورة وقالت إن هي اتجوزت وهي صغيرة جدا، كان عندها 14 سنة بس.
وجوزها كان عنده 22 سنة وكان بيشتغل سواق، وربنا رزقهم وجابوا بنت صغيرة. زوج نورة زيه زي أي راجل محترم بيشتغل علشان يوفر لعيلته حياة كويسة ويكونوا مستريحين ماديا، وده اللي خلاه بيطلع من الصبح بدري، ما بيجيش غير آخر اليوم، وأحيانا كان بيبات برا البيت، وحتى لما بيرجع من شغله بيبقى تعبان وبيخش على النوم على طول. وده اللي خلى نورة تحس بإن في فراغ في حياتها، خصوصا من الناحية الجنسية. وفي يوم من الأيام من سنة تقريبا كانت نورة رايحة لأختها في منطقة جنبهم بتحتاج، وهي رايحة إنها تركب لها مواصلة. راحت فعلا على الموقف وركبت السيرفيس، وركب جنبها وليد المجني عليه، وكانت أول مرة تشوفه. وطول السكة ما شالش عينه من عليها، ابتدى يتكلم معاها، وكلمة منه على كلمة منها انتهى الحوار بإن كل واحد فيهم أخد رقم التاني، وابتدوا إن هما يتكلموا كل يوم في التليفون بالساعات. كلام التليفون ده وصلهم إن هما يعملوا علاقة محرمة مع بعض استمرت لمدة سنة. وفي مرة من المرات اللي كانوا مع بعض فيها طلب وليد من نورة إن هو يصورها شوية صور وفيديو. نورة في الأول رفضت، لكن وليد أقنعها إن هي بتوحشه وهي مش معاه، وإن هو عايز الصور والفيديوهات دي علشان كل ما توحشه يفتحهم ويبص عليهم. وافقت نورة وتصورت، وعدت السنة على كده لحد ما جه شهر رمضان الكريم. في الشهر ده كل الشياطين بتبقى متسلسلة إلا الشيطان اللي كان راكب وليد ونورة. شيطانه ده خلاه يتصل بنورة ويطلب منها إن هو يعمل معاها علاقة محرمة في نهار شهر رمضان. رفضت نورة، لكن رفض نورة ما كانش لأنها خايفة من ربنا لا سمح الله، رفضها ده كان بسبب إن في شهر رمضان بيبقوا العيلة كلهم مجتمعين، وبيبقى جوزها ما عندهوش شغل كتير في الشهر ده. والسبب التاني إن الجيران ابتدوا يلاحظوا دخوله وخروجه من البيت، فابتدى وليد يهددها بالصور والفيديوهات اللي معاه، وده خلى نورة تفكر في خطة تستدرج بيها وليد وتخلص منه. وفي أواخر شهر رمضان وافقت نورة على طلب وليد، وقالت له إن أنا مستنياك الساعة 10 بالليل وفي البيت. ودت بنتها عند خالتها، ولما جه وليد دخل أوضة النوم وخلع هدومه كلها، وابتدوا يعملوا علاقة محرمة مع بعض. وكانت نورة ساعتها جايبة سكينة وحطاها تحت المخدة. وفي أثناء العلاقة وهم مع بعض وفي وضع معين، نورة مسكت السكينة وضربت بها وليد في القلب وخلصت عليه من ضربة واحدة، وبعد كده لبسته هدومه، وده اللي يفسر ليه الهدوم ما كانش فيها دم. وبعدها جرجرت وليد ودخلته شوية بشوية جوه الدولاب لحد ما تشوف هتتصرف وتعمل ايه بعد كده، وبدأت تمسح الدم من على السرير والأرض. في اللحظة دي جوز نورة رجع من الشغل، طلعت نورة وقابلته ولا كأنها عاملة أي حاجة خالص، وطلب منها جوزها إنها تحضر له سحور لحد ما يروح ياخد دش. وأصرت نورة إن هي اللي تخش تجيب له الهدوم بتاعته من جوه الدولاب. وبعد السحور طلب الزوج من نورة إن هو يخش ينام شوية، ولسه داخل على الأوضة فطلبت منه نورة إن هو يخش ينام في أوضة تانية، وقالت له إن هي لسه رشة الأوضة بمبيد حشري. فأصر الزوج إن هو ينام في أوضة نومه، ودخل نام عادي جدا. وتاني يوم على بعد الظهر كده كان الجو حر جدا، والريحة بتاعت الجثة بدأت تطلع شوية بشوية، وده اللي خلى الزوج يشتكي لنورة من الريحة اللي موجودة جوه أوضة النوم. وبعد شكوى جوزها ليها ابتدت تفكر بسرعة ازاي هتتخلص من الموضوع ده، فألفت سيناريو المندوب، لكن كان واضح إنها مش مؤلفة شاطرة خالص. الحادثة دي حصلت في 2014، والمحاكمة فضلت مستمرة لحد سنة 2017. من بعدها القضية انقطعت كل أخبارها. ولحد هنا بيخلص الفيديو. أتمنى إن ما كنش طولت عليكم. ما تنساش تدعمنا بلايك علشان نستمر. سلام.